بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي دارسي مادة الأحياء باللغة الإنجليزية. معاكم إن شاء الله محمد عبد اللطيف خبير البيولوجي وزارة التربية والتعليم. في البداية أحب أشكر أستاذة إيمان كانت قدمت الحلقات قبلية، بشكرها على المجهود اللي عملته وإن شاء الله نكمل مكانها بإذن الله الكريم. هنبتدي النهارده إن شاء الله importance of lipids. طبعا احنا عارفين من أول الحصه اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا عن الكربوهيدرات وعرفنا انها مصدر من مصادر الانرجي، ايضا عندنا الليبيدز او الدهون مصدر من مصادر الانرجي ايضا. ليها وظائف موجوده في جسمنا. اولا نمبر 1 obtaining of energy. يعني ايه obtaining of energy؟ يعني لما ناكل شويه اكل بسيط جدا، لو حتى small amount of fats تدينا كميه كبيره من الانرجي بنقدر نستخدمها في حياتنا اليوميه. طب ايه الفرق بين الانرجي اللي طالعه من الكربوهيدرات او energy produced from carbohydrates and the energy produced from lipids? Lipids can produce higher amount of energy than carbohydrates do. يعني لو اكلت نفس الكميه، اكلت 1 جرام of lipids and 1 جرام of carbohydrates, the amount of energy produced from carbohydrates are larger than the amount of energy produced from carbohydrates. Although at the first في الأول خالص دايما الجسم بيستهلك أو يستخدم دايما الكربوهيدرات في الأساس. ليه يا مستر بيستخدم الكربوهيدرات على الرغم من إن الليبيدز الانرجي اللي طالعه منها بسيطة جدا عالية جدا، والانرجي اللي طالعه من الكربوهيدرات أبسط منها؟ لأن في هنا عملية بتتم جوه الجسم أساسا إن الويست برودكت of carbohydrates are less toxic or less harmful than the waste product of carbohydrates of lipids. فبالتالي the body use carbohydrates as a source of energy, fast and safe or more safe than lipids, although the lipids contain large amount of carbohydrates. وده اللي بنلاقيه في بعض الحالات موجودة عندنا. اما نيجي مثلا بنلاقي بعض الناس عايزين يخسوا. طب يخسوا ازاي؟ الدكتور يقول لهم امتنعوا عن الكربوهيدرات او امتنعوا عن الحاجات اللي فيها كربوهيدرات، ما ياكلش الحاجات دي كلها طبعا ودهون وحاجات زي كده. يبتدي الجسم يكسر الكربوهيدرات الاول كمصدر للانرجي اللي عايزها، وبعد كده يدور على المصدر الثاني الانرجي اللي ليه او following the carbohydrates which is lipids. وبالتالي يحصل عمليه فقد في الوزن او نقصان في الوزن. ودي من ضمن المعلومات اللي حابين نعرفها لحضراتكم. تاني importance of lipids building cells. تاني importance of building cells work as thermal incubator insulator. يعني هي بتشتغل كانسيليتور كعازل بين الجسم بين الانفايرمنت الموجود حوالينا. نمبر 4 work as protective cover. نمبر 5 work as hormone. يعني بتخش بتركيب some hormones in our body. What the meaning of importance of lipids as a source of energy? Considered as important source of energy. The body does not begin to get energy from lipids unless in case of absence of carbohydrates. يبقى بالتالي الجسم ما يقدرش ياخد الليبيد مباشرة على الرغم ان هي طاقتها عالية جدا من الكربوهيدرات، ومع ذلك بيبتدي الجسم دايما بالكربوهيدرات لانها اقل في السمية عن او في الويست برودكت اللي طالع منها عن الليبيدز. تاني حاجة the amount of energy gained from lipids are more than that gained from carbohydrates زي ما قلنا.
لكن الاولويه في الترتيب دايما للكربوهيدرات كفاست سورس اوف انرجي اند سيف سورس اوف انرجي. building up cells. الامبورتنس الثانيه بالنسبه للليبيدز عمليه building up of cells. طبعا احنا عندنا السيلز بتتكون من كومبوننتس كتيره، وان شاء الله في شابتر 2 هتدرسوا بالتفصيل الكومبوننتس اوف سيل اللي هي السيل اورجانيلز اللي بنقول عليها، زي الكلوروبلاست، زي الميتوكوندريا، زي السيل ممبرين، زي السيتوبلازم. كل الكومبوننتس دي بلاقي ان الليبيدز بيخش في نسبه منها في تركيب السيلز عامه. اهمها طبعا اللي هي السيل ممبرين. بيقول لي هنا lipids represent about 5% of organic materials of components of living cells. أهم مكون من الكومبوننتس of lipids في السيل structure which is phospholipids. Phospholipids are involved in the structure of cell membrane which is the plasma membrane. هنا بيخش elements او بيخش components مهم جدا او structure مهم جدا في السيل ممبرين هو الفوسفوليبيدز اللي هو فوسفوليبيدز. وده مديني هنا رسمه زي ما انتم شايفين حضراتكم، موجود عندي هنا تركيب للفوسفوليبيدز مولكيول الموجود عندي، او تركيب لمجموعه الفوسفيت الموجوده عندي. بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فاتي اسيد وجليسرول ولازق فيهم فوسفيت جروب موجوده عندي. بالنسبه للاجزاء اللي بتخش في الفوسفوليبيدز، المفروض طبعا ان انا عندي، انا حابب اقارن بين بعض المركبات الموجود فيها فوسفورس في جسمنا زي الاي تي بي، وده هناخده قدام شويه ان شاء الله، وبعض المركبات الموجوده في الدهون او مشتقات الدهون الموجوده عندي، زي ما قلنا المره اللي فاتت ان عندي الفوسفوليبيدز are derivatives of lipids. اوكي. والفوسفوليبيدز عامه بيخش في الستراكشر بتاعها عباره عن 2 fatty acids and the third fatty acids replaced by، هو عبارة عن تفاعل أو reaction between 3 carboxylic alcohol مع 2 fatty acids and replaced by a component which is phosphate group and choline group. ده بالنسبة لمين؟ للجزء الخاص بعملية الستراكشر بتاع الفوسفوليبيدز الموجود عندنا. يبقى أنا عندي في الفوسفوليبيدز عندي هيدروكسيليك جليسرول which 3 هيدروكسيل جروبس. الثلاثه دول 2 منهم بيحل محلهم 2 فاتي اسيدز، والهيدروكسيل جروب الثالثه بيحل محلها فوسفيت جروب وكولاين جروب، بيكونوا لي في المجمل اللي هي الفوسفوليبيدز اللي بتخش في الاستراكشر بتاع البلازما ممبرين الموجود في الليفنج سيل. انا هنا بس حبيت اقارن بين ان الفوسفوليبيد تحتوي على 1 فوسفيت جروب والاي تي بي بتحتوي على 3 فوسفيت جروب، والاي تي بي يعتبر source of energy stored in the cell. source of energy stored in the cell. نمبر 2 الفانكشن نمبر 2 في الفانكشن بتاعت الليبيدز ثيرمال انسوليتور. يعني ايه ثيرمال انسوليتور؟ هي بتعمل كعازل حراري بين الليفنج اورجانيزم او السيل فروم انسايد اند اوتسايد ذا بادي. وده بنشوفه حاجات كتير. يعني انا هنا جايب اكزامبل موجود عندي هنا lipids او fats form insulating layer in the under the skin of the human. واضح في الرسم عندي هنا ان في الطبقه اللي لونها اصفر فاتح ديت بتمثل طبقه من او layer of fats under the skin. دي بتعمل ايه بقى؟ انا لما باكل اكل والاكل ده فيه نسبه زياده من الدهون تبتدي تتخزن تحت الجلد وتكون لي طبقه من الدهون. الطبقه دي بتعمل زي ما انتم شايفين كعازل بين السيرفيس اللي هو الابيديرمس بره والديرمس بعديها، ويجي بعديها الطبقه الصفراء ديت اللي بتمثل الدهون. هذه الطبقه او this layer act as insulator between outer atmosphere او outside the body and inside the body. وده اللي بنحس فيه لما يكون مثلا انسان عنده نسبه دهون قليله، بنلاقي دايما احساسه بالبرد سريع. ليه سريع؟ لان عندي نسبه الدهون بالنسبه له قليله تحت الجلد، لكن لو نسبه الدهون عاليه بيحس بالبرد بدرجه اقل. من ضمن برضو الحاجات الموجوده كثيرمال انسوليتور بنلاحظها دايما ان الليبيدز او الفاتس مالها مستر فورم insulating layer under the skin of polar bears. بتكون طبقه من الدهون تحت الجلد، تبقى طبقه سميكه جدا عشان تحميه. البولار بور زي ما انتم شايفين عباره عن ايه؟ عباره عن حيوان بيعيش فيه كل الاتموسفير اللي حواليه عباره عن ثلج جليد.
فبالتالي لازم يبقى في عنده بروتكتيف لاير وثيك بروتكتيف لاير act as insulator between internal body components and outside environment الموجود عندنا. فبالتالي يقدر يحمي نفسه ويعيش عادي حياه طبيعيه جدا زي ما انتم شايفين، عايش حياه طبيعيه جدا على الرغم من الجو القارس والجو الجليد اللي حواليه. فبالتالي يقدر يحمي نفسه بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود thick layer of lipids under or fats under the skin. من ضمن الفانكشن from the other function of lipids in our life especially in plants lipids or fats. هنا ما بيبقاش بقى فاتس بقى بنقول عليها فاتس، بنقول عليها واكسز كستراكشر اوف واكس، وخدناه المره اللي فاتت اللي هو الستراكشر اوف واكس كنوع من السمبل ليبيدز الموجودين عندي. الواكسز او الواكس لاير which cover the plant surface work as protective layer كطبقه حاميه. بتبان قوي لو انت شفت ورقه مثلا ورقه نبات وحطيت عليها شويه ميه، تلاقي الميه ما دخلتش جواها، لا ده عملت droplets of water على السيرفيس بتاع الورقه ديت وبدات تنزل وما دخلتش جوه الورقه خالص. بسبب ايه؟ بسبب وجود layer of cutin which is waxy layer. This waxy layer act as protective layer from entering of water to inside the plant. طب ايه المشكله لو الميه دخلت جوه البلانت؟ لا هتعمل لي مشاكل للبلانت. البلانت بيحاول يبعد عن الموضوع ده. بالاضافه ان وجود الميه على السيرفيس ممكن يسبب نمو بعض او some of living organism harmful effect او has harmful effect on the plant. فبالتالي بيحاول يمنع الهارمفul element harmful organism دول ان هم يقعوا على السيرفيس بسبب وجود الميه الموجوده عنده. يبقى كنوع من البروتكشن ايضا. بالاضافه ان هي بتحمي كميه الميه اللي جوه البلانت ان هي ما تخرجش بره بسبب ان الواكس لير act as insulator prevent evaporation of water from the plant to outside. على الرغم من البلانت بيعمل transpiration يا مستر، بس بيعمل في السيرفيس اوف ذا ليف من خلال special openings called stomata. ده كل ده هتدرسوه ان شاء الله في السنه الجايه في سنه ثانيه. الاستراكشر بتاع البلانت ليف من ضمن الاستراكشر بتاعها ان هي الليفز are covered by a layer of cutin and water pass or water exit from the plant by transpiration process through what is known as stomata. Here, lipids or waxes cover the surface of several plants, especially desert plants, in order to reduce loss of water in transpiration process. زي ما احنا شايفين النباتات الصحراوية أو الديزرت plant characterized by thick leaves أو thick structure. يبقى الورقة بتاعتها تخينة شوية وتحس ان هي مليانه شمع كده لما تيجي تمسكها تحس ان مليانه شمع اللي هي الواكس لاير الموجود عندي. ليه يا مستر؟ هي عايشه في الصحراء. They lives in desert where amount of water is very very scarce or very very small, so they can preserve large amount of water. The plant needs to preserve large amount of water inside his body. يعمل ايه؟ بيعمل ادابتيشن كتيره طبعا. اهمها ان الوول covered by thick layer of cutin act as insulator and prevent evaporation of water from the plant from inside. يبقى بالتالي can preserve larger amount of water inside his body. ويقدر يقاوم بقى التغيرات اللي بتحصل فيه حواليه في البيئه اللي حواليه اللي هي بنسميها desert environment. الميه قليله جدا، حر شديد، فبالتالي بيحاول يقلل كميه الميه اللي خارجه من الليفز بتاعته. من ضمن الامبورتنس ايضا الموجوده عندنا ان الليبيدز work as hormones. ايه هرمونز دي يا مستر؟ Hormones are chemical substance produced by certain glands in the body. هي عبارة عن مواد الجسم بيطلعها and has a special function. ليها تركيبات كتيرة طبعا، بعضها بروتينات، بعضها امينو اسيدز، بعضها ليبيدز او بنسميها بقى ايه؟ الستيرويدز اللي هي ليبيد ديريفاتيفز او ديريفاتيف ليبيدز زي ما خدناها المرة اللي فاتت. بتخش في تركيب الهرمونات ديت بعض الاسترويدز الموجوده عندنا. زي مين يا مستر؟ زي ان سام ليبيدز ورك از هرمونز. ازاي يا مستر؟ فور اكزامبل موجودين عندي هنا الميل اند فيميل 6 هرمونز، دول بيعتبروا من ضمن اكتر اكزامبلز للاسترويدز هرمون اللي جايه من الليبيدز اساسا. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا هنا كل هرمون دول مود طبعا الاسامي طبعا بنحاول بس نقرب المعنى ان الاسامي التستوستيرون والبروجسترون والاستروجين. التستوستيرون طبعا خاص بالميل زي ما قدامكم رسمه الميل اهي،
والتو هرمونز اللي بعد كده هم طبعا من الليبيد ديريفيتيف، يعني موجودين من الليبيد ديريفيتيف او الاسترويد هرمون الموجودين عندي. طيب ايه تاني يا مستر؟ عندنا ازاي هنكشف على الليبيدز. انا دلوقتي عايز اكشف عن الليبيدز. الليبيدز دي عباره عن ايه؟ يا ترى الليبيدز دي موجوده في الاكل اللي انا اكلته دوت ولا لا؟ موجوده في الكومبوننتس بتاع الحاجه دي ولا لا؟ بمعنى ايه؟ ان انا عايز اعرف هل الاكل اللي انا باكله ده فيه قد ايه من الليبيدز الموجوده عندي. دي كلها طبعا عمليات كيميائيه بتتم باستخدام حاجه اسمها رياجنتس او كواشف. واحنا خدنا كواشف قبل كده المره اللي فاتت لما جينا كشفنا عن النشا باستخدام اليود to detect starch by using iodine solution. كان بيعمل ايه يا شباب؟ حد فاكر؟ طيب هفكركم. لما نحط droplets of iodine على starch solution اللون بيبقى ايه؟ لون الايودين اساسا معروف ان هو بيل يلو او يلو. طيب لما يتحط على الايودين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل رياكشن بسيط جدا يعمل ايه؟ يحصل عمليه ديجراديشن للستارش الموجود عندي، ويحول اللون الابيض بتاع النشا دوت او الستارش the white color of starch converted to deep blue color لدرجه ان اللون ممكن تشوف ان هو لون اسود من كتر ما هو غامق جدا، ازرق غامق. فبالتالي اعرف على طول ان الكلام ده السوليوشن الموجود عندي او الكومبوننتس الموجوده عندي من ضمن مكوناتها الليبيدز الستارش. طيب واخدنا حاجه تاني، ازاي اكشف على المونوساكرايد زي الجلوكوز مثلا. دي كانت تجربه بيعملوها زمان قبل ما يخترعوا بقى اختراعات اللي هي التحاليل والتقدم في علم التحاليل الايام ديت. كانوا بيكشفوا عن الجلوكوز ازاي؟ لو فاكرين ان انا بجيب بنديك سوليوشن لونه ازرق، بعمل ايه يا مستر؟ بحط عليه دروبس اوف سوليوشن اوف مونوساكرايد زي الجلوكوز. طيب السوليوشن دوت ايه اللي يحصل فيه؟ هل بسيبه كده؟ لا، انا عندي شرط اساسي في التجربه ديت ان انا لازم اعمل هيتنج، لازم اعمل عمليه تسخين. هيتنج دي للسوليوشن اللي انا بكشف عليه مع البنديكت رياجنت الموجود عندي. بنديكت رياجنت لونه ازرق في بدايه التجربه، لما اجي اسخن اللون الازرق ده بيختفي. امتى؟ لو في جلوكوز. طب ما فيش جلوكوز يا مستر ايه اللي يحصل؟ هلاقي no change in color and remaining of blue color of Benedict reagent. طيب اعرف بقى ان الجلوكوز موجود عندي ولا لا من خلال change in color of Benedict reagent which changed from blue color to orange color. يبقى انا دلوقتي عرفت اكشف عن حاجتين مهمين جدا من ضمن الكومبوننتس الموجودين عندنا اخدناهم قبل كده اللي هي الستارش by using iodine solution والمونوساكرايد فور اكزامبل الجلوكوز which represent او can be detected by مونوساكرايد الجلوكوز. نسينا ولا ايه؟ طيب هنا بقى عايزين نعرف برضو ازاي نكشف على الليبيدز. انا عندي عينه ايا كان نوعها هكشف عنها ازاي؟ باستخدام رياجنت معينه. الرياجنت الموجود عندي اسمه سودان 4. ده كومبلكس رياجنت معقد بيعمل ايه؟ بيدي لون احمر. it gives red color with lipids، يعني بيدي لون احمر مع الليبيدز. بيديها ايه؟ ليه؟ بيحصل رياكشن بين components of lipids and components of سودان 4 reagent. طيب الرياكشن ده سودان 4 بيبقى colorless ابيض شفاف. بعد ما احط الفاتس او الليبيدز الموجوده عندي او السامبل اوف ليبيدز الموجوده عندي ايه اللي يحصل بدون تسخين بقى ولا حاجه؟ هنا the color white color او transparent color اللون الشفاف بتاع سودان 4 changed in the presence of lipids to red color زي ما نشوف عندكم الصوره الموجوده عندنا. بصوا يا شباب الصوره على اليمين ده معناها ايه؟ الصوره ديت معناها ان هنا ما عنديش ليبيدز. ليه يا مستر؟ انا حطيت على الاثنين سودان 4. خلاص سودان 4 بتتكتب باللغه الانجليش كده وتكتب باللغه اللاتيني بالشكل ده يا شباب، يعني نفس الاسمين زي بعض محدش يستغرب. دي 4 باللاتيني. خلاص. طيب ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف يا مستر؟ البوزيتيف هنا معناها ان التيوب اللي على الشمال ديت موجود فيها ليبيدز. موجود فيها ايه؟ ليبيدز. فبالتالي ادتني ريد كلر اوف سوليوشن او الوايت كلر او الترانسبيرنت كلر اوف سودان 4 زي ما انتم شايفين على اليمين النيجاتيف ديت اتحولت الى in the presence of lipids it gives red color with lipids. طيب واللي على اليمين ده يا مستر دي نيجاتيف ما طلعتش
رياكشن، ما عملتش رياكشن خالص. ده دليل على ايه؟ على عدم وجود الليبيدز في الجزئيه ديت. طيب نرجع تاني يا شباب. بعد كده احنا دلوقتي اللي احنا خدناه دلوقتي اللي هي اهميه الليبيدز، عرفنا ان هي كسورس اوف انرجي، تمام، واخدنا كمان ان هي مهمه في عمليه ال كسورس اوف انرجي او اوبتيننج انرجي، وبيلدينج زي ايه؟ اوبتيننج ايه؟ بتديني طاقه اقدر اشتغل بيها واعمل فيتال اكتيفيتي موجوده عندي. بيلدينج سيلز بقدر ابني بيها مكونات الخلايا، زي ما شفنا السيل ممبرين بيتكون من حاجه اسمها فوسفوليبيدز. وبيشتغل ايضا كسيرمال انسوليتور زي ما شفنا في الهيومن سكين. اندر ذا سكين في عندي فات لاير، الفات دي بتعمل انسوليتور بين انفايرمنت وجسم الانسان. وشفنا في البولار بير كان اكبر مثال موجود عندنا، اوضح مثال موجود عندنا في البولار بير، ان في عندي فات او ثيك فاتي لاير اندر هيز سكين. كان رابع حاجه برضو ان هي work as protective cover زي ما شفنا في النباتات. في النباتات العاديه عامه اللي حوالينا ديت بنشوف ان leaves of the plant are covered with cutin which is waxy layer. This waxy layer protect the or prevent evaporation of water from the plant. It work also as hormones. وشفنا الفرق بين الهرمونات الموجوده عندنا او الهرمونز الموجوده في جسمنا. في منها بيبقى قلنا بروتينز، في منها بيبقى امينو اسيدز، في منها بيبقى ستيرويد. من ضمن الستيرويد قلنا هي الليبيد ديريفيتيف موجود عندنا، وفي بعضها في الميل زي التستوستيرون، وفي الفيميل زي الاستروجين اند بروجستيرون. طيب. بعد كده يا شباب هنتنقل لحاجه مهمه جدا. طبعا انتوا عارفين النظام السنه دي بيعتمد على الاسئله اللي هي محتاجه نوع من التفكير، نوع من ان انا اقدر اركز كويس في قرايه السؤال اولا. ثانيا هو ليه سالني في الحته دي؟ وده يا شباب مش هيجي الا بالتدريب، تدريب مستمر. اقدر احل اسئله على قد ما اقدر. كل ما احل اسئله كتيره كل ما كانت قدرتي على فهم اي سؤال مهما جه. وكتاب يعني السؤال مش هيخرج عن الكتاب، يعني كتاب الوزاره هو في بيطلع منه الاسئله، وبالتالي لازم ابقى فاهم السؤال ده عايز ايه هو في الجزئيه ديت، ليه بيسالني في الحته ديت، ما سالنيش في حاجه تانية خالص. احنا اتكلمنا طبعا المفروض طبعا ان احنا هنتكلم على سؤال بسيط كده جدا عن الليبيدز كجزء من اللي احنا شرحناه الحلقه اللي فاتت والحلقات ان شاء الله. السؤال قدامنا بيقول the following diagram represent two major organic molecules with the same quantity. خدوا بالكم يا شباب، هنا لما اجي اقرا سؤال اقراه كلمه كلمه، لان كل كلمه ليها معنى بتوجهني الى حل، الى طريقه الحل، بنقول عليها كي وورد او مفتاح الحل. كلمه هي دي اللي بتفتح لي السؤال مهما كان صعوبته. لو انا فيها او عشان كده بقول لكم نتدرب كتير على حل الاسئله. كل ما حليت اسئله كل ما قدرتك على استيعاب المنهج اكتر، كل ما قدرتك على عرفت مواطن قوه والضعف في المنهج، او بالنسبه لك انت الحته دي انا ما قدرتش احل السؤال دوت ليه؟ ما رجعتهاش. ما قدرتش احل السؤال ده ليه؟ ما فهمتش الجزئيه ديت. من خلال الحل، تكرار الحل وتعرضك لاسئله كتيره في اي ماده، على فكره مش في البيولوجي بس، طبعا انا بخص البيولوجي عشان مادتي، بس انا بقول الكلام ده في كل المواد يا شباب، ان احنا نحل اسئله كتير على قد ما نقدر. حل الاسئله ده هيثبت المعلومه ويخليك تتعرض لمواقف تقدر تحل بيها اي سؤال مهما كان صعوبته. نرجع تاني للسؤال بتاعنا. انا بقول the following diagram represent two major organic compound. هنا قايل لي organic compound، يعني احنا كده كده بندرس الاورجانيك كومباوند، مش هيجيب لي حاجه بعيده عن اللي احنا دارسينه. with the same quantity. طب ايه المشكله يا مستر with the same quantity؟ لا بتفرق هنا بقى. هل كميه، هفترض مثلا بعض المواد الموجوده عندنا زي ما قلنا من شويه ان كميه الطاقه بتختلف من الليبيدز عن الطاقه اللي طالعه من الكربوهيدرات. يبقى لو نفس الكميه هقدر اشوف بقى مين هيطلع انرجي اكتر. انما لو جبت كميات مختلفه مش هقدر اقيس، او يبقى عندي مقياس هنا اقدر اقيس بيه مظبوط كميه الانرجي اللي طالعه. يبقى لازم هنا لازم يقول لي ذا سيم كوانتيتي. دي بترسخ في ذهني بقى كطالب، اما اجي ادرس بقى او اجي احل السؤال ده ابقى عارف ان الكميه هنا قد الكميه هنا، يبقى الاختلاف فيه اللي هيجي في السؤال بقى اللي احنا بنحاول هنقوله دلوقتي. بص يا شباب، انا مديني هنا عينتين، العينه الاولانيه بريد بيرمز لها بالرمز A، وكريم بيرمز لها بالرمز B. لازم يسالني بقى مجموعه من الاسئله، ودي نوعيه من الاسئله اللي بيقول عليها اسئله مقاليه هتتدربوا عليها ان شاء الله باذن الكريم، بالاضافه لاسئله الام سي كيو. اعتقد معظمكم كلنا عارفينها ويعني حلينا فيها كتير. نرجع تاني للسؤال. بيقول لي انا عندي هنا بريد لونه ازرق دوت، ولونه فاتح دوت الكريم،
which of the above molecules the body start to obtain energy. هنا السؤال ما جابليش صراحة المواد اللي انا واخدها قبل كده. انا بيقول لي ان الليبيدز والكربوهيدرات بيطلعوا انرجي، ومديني حكي لي شويه معلومات عن الاثنين دول. بس هنا في السؤال انا ما جبتش سيره الليبيدز، في السؤال ما جبتش سيره الكربوهيدرات. طب ايه يا مستر اللي حصل؟ لا انا جبت هنا زي ما انتم شايفين في السؤال، جبت هنا كلمه بريد، يعني خبز، اللي هي كربوهيدرات تمثل كربوهيدرات، والناحيه الثانيه جبت كريم بتمثل ليبيدز. يبقى انا دلوقتي بدل ما اجيب لك سؤال مباشر كده فيه ليبيدز وكربوهيدرات، جبت لك البريد ككومبوننتس اوف كربوهيدرات والكريم كوان كاتيجوري او كومبوننتس اوف ليبيدز. نرجع للسؤال يا شباب. طيب which of the above molecules the body start to obtain energy؟ مين من الاثنين دول الجسم يبتدي start، مش get energy، start to get energy. نفكر مع بعض كده يا شباب. البريد ولا الكريم؟ نرجع لمعلوماتنا ان البريد بيمثل الكربوهيدرات والكريم بيمثل الليبيدز. يبقى انا دلوقتي السؤال، مفتاح السؤال فين يا مستر؟ مفتاح السؤال the body start to obtain energy. ازاي الجسم بيبدا ياخد انرجي من مين فيهم؟ طبعا اسرع حاجه، اول حاجه البريد. يبقى الاجابه هنا هيكون ايه؟ البريد. طيب السؤال الثاني which of the above molecules can provide the body with higher amount of energy؟ which of the above molecules can provide the body with a higher amount of energy؟ الاثنين خد بالك بقى، اما رجعنا في الاول خالص قلت لك ايه؟ كل كلمه في السؤال ليها معنى، كل كلمه في السؤال بتوجهني لحاجه او بتفتح لي مفتاح للسؤال. طب ايه يا مستر المشكله يا مستر؟ هو بيقول لي السؤال مين من دول بنقدر نحصل منه على طاقه عاليه؟ which of the above molecules can obtain energy او can produce energy او provide the body with energy higher than the other؟ طب انا عندي هنا بريد وعندي كريم، طب انا هعرف مين يا مستر؟ الكريم من الليبيدز عرفناها، يبقى هو اللي بيدي اعلى ولا البريد؟ الحل هنا بقى في البدايه خالص اما قال لي ايه؟ with the same quantity، الاثنين بنفس الكميه، يبقى ده مثلا 1 جرام وده 1 جرام. يبقى اشوف بقى مين فيهم هيطلع انرجي اكتر. يبقى زي ما خدنا قبل كده ان الليبيدز. طب مين بيمثل الليبيدز هنا؟ الكريم. يعني نمبر بي هيبقى مين عندي هنا؟ نمبر بي will provide the body with higher amount of energy. اوكي يا شباب، نيجي للجزء الثالث من السؤال. طبعا السؤال كان مقدمه بسيطه جدا بحيث برضه نعمل ريفريشنج للمعلومات الموجوده عندنا، بحيث برضه كل سؤال بيثبت جزئيه معينه في المنهج الموجود عندنا او في اللي انا درسته. بالاضافه لو انا ما عرفتش اجاوب السؤال ما اخسرش الدنيا ما بوظتش ولا حاجه، لا بالعكس، ده يعتبر انديكيشن ان هي بيقول لي لو سمحت، في الارم كده بيطلع بيقول لي لو سمحت الجزئيه دي انت حضرتك ما راجعتهاش كويس، الجزئيه دي حضرتك ما ذاكرتهاش كويس، سرحت وهي بتشرح لك خلاص، ما عرفتش تفرق بين حاجتين، ارجع للجزئيه دي تاني في المنهج واقراها كويس كده واهدى، وبعد كده اقدر احل السؤال تاني. بهذه الطريقه اقدر احل اي سؤال موجود عندي في اي ماده طالما انا عرفت نقاط القوه والضعف عندي في المنهج ايه، واقدر بالتالي اقدر اتغلب عليها ان شاء الله. يبقى هنا السؤال الثالث بيقول لي هنا ايه؟ which of the above molecules can give positive result with Sudan 4 reagent؟ ايه رايك يا شباب؟ which of the above molecules، الاثنين البريد ولا الكريم، يقدر يديني positive result مع السودان 4؟ نرجع لايام سودان 4. ايام سودان 4 كان بيقول لي ايه؟ سودان 4 كان بيقول لي how to detect، بيقول لي how to detect lipids. كان بيقول لي ايه سودان 4 يا شباب؟ كان بيقول لي ان انت ازاي تحصل على او تفرق بين السودان 4 وكومبوننتس او تكشف على الليبيدز في وجود السودان 4. ازاي؟ اهو سودان 4 بيدي ايه؟ جيف ريد كلر او بوزيتيف ريزلت مع الكومبوننتس اللي هي فيها ايه؟ ليبيدز. نرجع تاني للسؤال، بيقول لي ايه؟ which of the above molecules، ايه اللي هو البريد ولا الكريم اللي هو بي جيف بوزيتيف ريزلت with سودان 4 ايجنت؟ طبعا سامع طالب بيقول لي كريم. طب ليه كريم؟ افهم عشان الكريم دوت فروم ليبيدز او ليبيد ديريفيتيف موجود عندي. يبقى هنا دلوقتي نقدر نفرق بين الاسئله برضو، ونقدر من خلال اقرا السؤال كويس جدا كل كلمه بتوجهني لحل او لمفتاح الحل اللي موجود عندي. لو قريت السؤال كويس جدا وببساطه كده وبهدوء هلاقي نفسي جاوبت كل الاسئله ان شاء الله باذن الكريم. طيب
نرجع تاني يا شباب لبعض الاسئله بنقول عليها فيها بعض التريكات شويه. هي لا تريكات ولا حاجه، الفكره كلها انت فاهم الجزئيه دي ولا لا؟ فاهم هتجاوب، مش فاهم اعمل ايه؟ ارجع تاني لنفس الجزئيه اللي انا مش فاهمها واشوف السؤال ده في كلمه كده في السؤال انا ما خدتش بالي منها وانا بذاكر او انا براجع. السؤال بقى نبهني ليها ان ممكن يجي فيها سؤال اقدر احل من خلال الكلمه الموجوده في هذا السؤال. نرجع للسؤال اللي موجود قدامنا يا شباب. بيقول لي the following diagram represent the number of hydroxyl groups OH in the same molecules of lipids. Study this diagram then answer. يعني هستخدم الدياجرام ده في الاجابه. برضو لو حاجه لي حاجه زي دياجرام كده يا شباب نعمل ايه؟ كل جزئيه فيه بتحدد لي حاجه، مفيش حاجه بتحط اعتباطا كده في السؤال. كل جزئيه في السؤال، كل رقم، كل كلمه ليها معنى اقراها كويس، وخصوصا الجرافات. عليكم بتلخبطوا في اسئله الجرافات. لو بصينا هنا على الورقه دي لو سمحتوا، دايما كده اي جراف موجود عندي بيمثل علاقه بين represent relation between y axis و x axis. الواي اكسس ده لازم اعرف العلاقه بينهم ايه. هل لما الواي بيزيد او الواي بيقل ايه اللي بيحصل؟ ايه العلاقه بينهم؟ هل هي بنسميها طرديه او عكسيه؟ يبقى انا دلوقتي بعرف العلاقه من خلال مين؟ ال 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 الرسومات او الانديكيشن اللي جايه على الجراف الموجود عندي. ده بنسميه لاين جراف، من ضمن الحاجات الموجوده عندنا بنسميها لاين جراف. من ضمن الحاجات برضو اللي بناخدها عندنا حاجه اسمها كولوم جراف. برضو نفس الكلام يا مستر، بيديني جرافات بالشكل ده كده. برضو الواي ريليشن بين واي وريليشن بين اكس. ايه بقى الكولوم جرام يا مستر؟ ده عباره كولوم جراف ده عباره عن ايه؟ عباره عن اعمده بالشكل ده، كولومز بالشكل ده كده، ويديني نسب بينهم ويشوف مين اعلى من مين، مين اقل من مين، مش موجود خالص. يبقى انا دايما من خلال معرفتي بين الواي اكسس and its relation to x axis اقدر احل اي سؤال. ده باختصار شديد، ده باختصار شديد، ده باختصار شديد الجزء الخاص بالجرافات اللي ممكن تيجي تبقى موجوده عندنا. طبعا الحلقه الجايه ان شاء الله نحاول نجيب مجموعه من الاسئله خاصه بالجرافات عشان نقدر نغطي الجزئيه ديت ان شاء الله باذن الكريم. طيب انتوا نسيتوا السؤال ولا ايه يا شباب؟ نرجع للسؤال. السؤال بيقول ايه يا مستر؟ بيقول لو سمحت انا عندي هنا الشكل ده بيمثل عدد من هيدروكسيل جروبز الموجوده في بعض المركبات، مش كل سم مولكيول، ده في عندي اكتر من مولكيول اقدر اشتغل عليه. طيب مديني نمبر 1 او نمبر ايه او سيركل نمبر ايه الموجود عندي ريبريزنت مولكيول كونتين 1 هيدروكسيل جروب، كونتين 1 هيدروكسيل جروب. ونمبر بي كونتين 2 هيدروكسيل جروبز. ونمبر سي كونتين 3 هيدروكسيل جروبز. ده بيخش او بيرجع لتركيب، الفرق فيه تركيب الليبيدز اللي خدناها قبل كده، اللي هي السمبل ليبيد والديريفيتيف ليبيدز والكونجيجيت والكومباوند ليبيدز الموجوده عندنا. ارجع بقى لو انا مش فاهم الحته دي، نرجع بقى اطبق اللي انا قلته من شويه. لو انا مش فاهم الحته دي اعمل ايه؟ ارجع اذاكر الستراكشر او كلاسيفيكيشن اوف ليبيدز واشوف الفروقات الاساسيه بينهم، وابتدي ما عرفتش احل السؤال دوت خلاص الدنيا ما وقفتش، ارجع تاني واذاكر. انا في فتره تجميع معلومات يا شباب، فتره استعداد ان اي امتحان يجي لي بعد كده، من خلال ان انا براجع واحل. كل ما راجعت، كل ما حليت، كل ما قدرت على حل اي سؤال في اي امتحان يقدر يجي لي، ابقى سهل جدا ان انا احله بمنتهى السهوله. نرجع للرسمه تاني يا شباب. بيقول لي هنا طيب السؤال بيقول لي بقى which circle، اي دايره من الدوائر الموجوده عندي دول represent surface of cactus leaf. surface of cactus leaf يعني ايه يا مستر؟ كاكتوس ده ايه؟ ده صبار. وليفز طب دي عليها ايه؟ عليها واكسز، مش كده؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت ان يغطي الكاكتوس في الديزرت بلانت as example of desert plant the covered او the leaves are covered with waxes. طب الواكسز ده معمول من ايه يا مستر؟ اللي هي الشموع معموله من ايه؟ من ايه؟ من مونو هيدروكسيليك الكحول. يعني اصبح عنده ايه؟ 1 هيدروكسيل جروب كومباوند ويز فاتي اسيدز. ده تعريف مين الواكسز اخدناه المره اللي فاتت. يبقى هو من التعريف سالني في حاجه بس ما قاليش مباشره ديفاين ذا واكسز، لا
ده هنا نرجع لرسمه تاني لو سمحت. بقول هنا ايه؟ يبقى انا دلوقتي زي ما قلت الواكسز مالها فيها 1 هيدروكسيل جروب. يبقى هنا substance of cactus leaves اللي هي مين؟ مين اللي هيمثلها هنا بقى؟ نمبر 1. ليه؟ ان فيها 1 هيدروكسيل جروب. طيب component of cell membrane. component of cell membrane يرجع تاني عندي component of cell membrane اللي هي محتويات او components of cell membrane الموجود عندي. ده عباره عن ايه؟ كان فيها مستر فوسفوليبيدز. برافو عليك، انت قلت فوسفوليبيدز، سمعت الكلمه ديت. طب ما الفوسفوليبيد ده مستر لما خدنا الاستراكشر بتاعها كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن 2 فاتي اسيدز او 3 كربوكسيليك الكحول او اللي هو الجليسيرول، مش كده؟ attached it 2 فاتي اسيدز and phosphate جروب وكولين او كولاين جروب. الله، يبقى اصبح عندي هنا كده الالكحول او الجليسيرول اللي موجود عندي اصبح فيه كام هيدروكسيل جروب؟ 2، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي نرجع للرسمه تاني ان الكومبوننتس اوف سيل ممبرين بيمثلها مين يا مستر؟ فوسفوليبيدز. والفوسفوليبيد بيتكون من زي ما قلنا الكحول، تراي كربوكسيليك الكحول اللي هو الجليسيرول، بس في 2 اتحدوا مع فاتي اسيدز وواحده اتحدت مع الفوسفيت جروب والكولاين جروب الموجود عندي. يبقى نمبر بي بتمثلها مين؟ الفوسفوليبيد او كومبوننتس اوف سيل ممبرين بيمثلها نمبر بي. طيب نمبر 3 مين اللي بيمثلها هنا؟ بيمثلها الاوليف اويل. بيمثلها مين؟ الاوليف اويل. نرجع بقى الاوليف اويل دوت. الاوليف ده عباره عن ايه؟ نرجع عباره عن جليسيرول which contains 3 hydroxyl group. Each of the 3 hydroxyl group attached to a fatty acid. يبقى كان اصلا الاوليف اويل ده كان عباره عن جليسيرول مولكيول شابك فيه 3 او فيها 3 هيدروكسيل جروب، كل واحده شبكت فيه فاتي اسيد كونت لي الاويل. هنا ما سالنيش بقى ايه ساتوريتد انساتوريتد، بقول لي اويل، ما انا عارف بقى ان الاوليف اويل ده من الانساتوريتد، فيه انساتوريتد فاتي اسيد. هو ما سالنيش هنا على فكره. خلاص، يبقى دايما كده ارجع لمين؟ نمبر سي هيمثلها مين؟ او هي بتمثل الاوليف اويل which represent الفاتي اسيد الموجود عندي. تمام يا شباب؟ احنا دلوقتي نرجع تاني للتصنيف بتاعنا بتاع الليبيدز اللي اخدناها قبل كده. ماشي يا شباب؟ طيب. الليبيدز زي ما قلنا طبعا هي بتمثل كميه كبيره جدا، او زي ما خدناها المره اللي فاتت ان هي بقى فيها اول حاجه بقى في عندي الليبيدز. لما نيجي نتكلم على الليبيدز، لما جينا قسمناها قلنا اول حاجه سيمبل ليبيدز. سيمبل ليبيدز او بدهون بسيطه، سيمبل ليبيدز. طيب نمبر 2 compound lipids. lipids. number 3 lipid derivatives اللي بنسميها مشتقات الدهون او lipid derivative الموجوده عندنا. طيب السمبل ليبيد اخدناها قبل كده لو فاكرين. اول حاجه قلنا مين؟ الفاتس. وتاني حاجة قلنا مين؟ الاويلز. وتالت حاجة قلنا مين؟ الواكسز، مش كده؟ طيب ايه الفروقات بينهم يا مستر؟ ان الفاتس بتبقى ساتيوريتد فاتي اسيد. ساتيوريتد فاتي اسيد موجودة فيها. طب والاويلز تبقى ان ساتيوريتد فاتي اسيد، تبقى ان ساتيوريتد فاتي اسيد. انما هنا الواكسز عباره عن ايه؟ عباره عن مونو هيدروكسيليك الكحول. مونو هيدروكسيليك الكحول يعني ايه؟ يعني فيه 1 هيدروكسيل جروب بس. ممكن تشبك مع مين؟ يعني في 1 هيدروكسيل جروب ممكن تشبك مع فاتي اسيد كتير موجوده عندي. يبقى اصبح هنا ده تركيب الواكسز الموجود عندي. نرجع بقى للكومباوندز ليبيد. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليبيدز او فاتي اسيدز شابكه فيها فوسفيت نيتروجين. وكنا قلنا اكزامبل للفوسفوليبيد الكومباوند ليبيد الموجوده عندي كان حاجه اسمها الفوسفو
فوسفوليبيدز. فوسفو ايه؟ ليبيدز. طيب الليبيد ديريفاتيفز قلنا ان هي اهمها زي ما خدناها النهارده اللي هي ستيرويدز، اللي منها كان الميل والفيميل سكس هرمونز اخدناهم قبل كده. تمام يا شباب؟ ان شاء الله احنا عايزين نوصل لمرحله اننا اي سؤال يجي لنا ما نخافش منه ونحله مباشره مهما كان بقى صيغه السؤال دوت او درجه صعوبته بالنسبه للجزء الموجود عندنا. انا كنت سعيد جدا ان انا قدرت اكون معاكم النهارده ان شاء الله، وربنا ييسر حال ان شاء الله ونكون نتقابل في حلقات جايه كتير ان شاء الله. طبعا في عندنا وسيله اتصال خاصه بالبرنامج بحيث لو حضراتكم ليكم اي سؤال او اي استفسار نجاوب عليه ان شاء الله في اسرع وقت باذن الله الكريم. احنا شباب دلوقتي بالنسبه لي الجزء الموجود عندنا ايضا من ضمن الحاجات اللي قلناها قبل كده. بعض الناس بتسال يا مستر طب دلوقتي لو احنا خدنا مثلا اللي هي الاكل الفاست فود الموجود عندي، الفاست فود الموجود عندنا ده بيعمل لي ايه؟ ايه مشكلته يا مستر؟ الفاست فود الموجود عندنا ده مضر جدا على فكره يا شباب، يا ريت كلنا نحاول نقلل من الفاست فود او ريدي ميد فود الموجود عندي. ليه يا مستر؟ لاننا بنعمل ايه هنا؟ بناخد الفاتس الموجوده عندنا او اللي هي بنسميها الفاتس الموجوده عندنا ونعمل لها عمليه ديهيدروجينيشن، فبالتالي بيحصل عمليه تحول بقى الى مركبات تؤدي دايما الى تكوين الكوليسترول اللي بيترسب جوه جسمنا، وده من ضمن او من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب الانسان اللي هو ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. ودي على فكره من بنسميها اللايف ابلكيشن اوف ستاديز اللي احنا بندرسها. احنا ما بندرسش المنهج كده مجرد بس كلمتين نحفظهم ونجاوب على السؤال، لا احنا عايزين نعرف دلوقتي في النظام الجديد طبعا تبع وزاره التربيه والتعليم اننا نحاول نعرف ونفهم كل ما يدور حوالينا من خلال دراستنا لهذا الجزء. يعني انت بتدرس يا مستر دلوقتي، انا بدرس الليبيدز. طيب ايه مشكله الليبيدز في جسمنا؟ لو اكلنا ليبيدز كتير زي ما احنا شفنا بتعمل ايه؟ تعتبر انسيوليتور، عازل. طيب عزلت بين جسمي وبين الانفايرمنت اللي حواليا، حصل لها تراكم او اكيوميشن في اجزاء في جسمي، يحصل عمليه فاتنس او ظهور السمنه نفسها. وده طبعا بيؤدي الى ان القلب محتاج يضخ دم بكميه اكتر او بكميه اسرع عشان يوصل للخلايا، بيحصل عمليه بقى ايه؟ ضغط على عضله القلب نفسها. بص يا شباب، حاجات بسيطه جدا بنهملها وتؤدي بقى مع تراكمها الى مشاكل صحيه كتيره جدا. يبقى احنا كده من خلال دراستنا اقدر افهم بقى ان ابعد عن الفاست فود، ابعد عن الاكل فيه دهون، نسبه دهون كتيره. خلاص يا شباب، ابعد عن الاكل اللي ممكن يسبب لي مشاكل. طب لسه ما انا باكل كربوهيدرات يا مستر، برضه احاول اقلل منها. واهم حاجه دايما مع ال الاكل الطبيعي ان انا اقدر امارس رياضه، دي مهمه جدا جدا جدا. طيب ايه كمان يا مستر مشاكل الليبيدز؟ طبعا احنا عارفين ان عندي في حاجه اسمها البلاد فيزلز. البلاد فيزلز دي لو اترسبت فيها ماده الكوليسترول هي ماشيه زي الماسوره كده طبيعيه، زي الماسوره بتاعت الميه طبيعيه. لو اتحط فيها اي كومبوننت ايه اللي يحصل؟ الميه تمشي طبيعي؟ مش هتمشي طبيعي. فما بالك بقى بعض البلاد فيزلز زي الارتريز والفينز الموجوده اللي هي الاورده والشرايين الموجوده جوه جسمنا، ايه اللي يحصل فيها؟ هيمشي فيها الدم بصعوبه، يضطر القلب زي ما قلت لكم يحاول يضغط، فبالتالي بجهد القلب. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ يحصل ان الشرايين الاورده دي او الارتريز والفين دي يحصل لها عمليه بلوكج او انسداد، تؤدي الى طبعا الوفاه في الحال على طول. يبقى ده كل ده بسبب ان انا ما استوعبتش الدرس اللي انا درسته، على الرغم ان هو ليفيدز بسيط جدا، ما استوعبتش، ما شفتش فائدته ايه، ما طبقتوش في حياتي. ودي من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين دايما نبص لها، اننا نستغل الحاجات دي كلها. تمام يا شباب؟ طيب يبقى احنا ننظم اكلنا، نبعد عن الفاست فود اللي بيعمل لي مشاكل. وعلى فكره الحاجات اللي احنا بندرسها دي مهمه جدا في تطبيقاتنا الحياتيه. يعني يا مستر، يعني لما اجي مثلا ادرس انا محتاج طبعا لسه قدام شويه ندرس البروتينز وندرس المكونات اخرى في جسمنا، هنعرف ان انا ممكن اعمل بالانسد دايت، يعني وجبه متوازنه، يبقى اكلي مظبوط، نسبه السعرات الحراريه الموجوده فيه مناسبه ليا، ان اي زياده بتتجمع في جسمي ما بتخرجش او ما تتصرفش، بالتالي يحصل نوع نسميها زياده في الوزن. زياده الوزن مش وحشه، بس اهم حاجه لو زادت لحد المطلوب يبقى فيها مشاكل. طب يا شباب، بالنسبه برضو دي الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نتكلم عليها، العمليه ان انا برضو في المنهج عندنا ان انا اعمل ازاي افرق واعمل ديتكشن بين السبستنس الموجوده عندنا قبل كده. احنا خدنا دايما الكربوهيدرات ككاتيجوري اوف اورجانيك
موليكيولز موجوده في جسمنا، والليبيدز، وقدام شويه ناخد البروتين ان شاء الله. طيب والنيوكليك اسيد طبعا معاهم، ودور كل واحده منهم في جسمنا ايه، ونعمل ارتباط شديد جدا بينهم. دول بيساعدوا في جسمنا، او ككيميكالز اورجانيك مولكيولز موجوده عندنا، بيساعدوا في جسمنا عاملين ازاي. ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. طيب اهم حاجه فيه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت والمره دي، ان هو عمليه اكشف ازاي عن الكومبوننتس الموجوده عندي. دي مهمه جدا جدا. ازاي افرق بين الالوان، ازاي افرق بين الالوان لما اعمل ديتكشن واستخدام المواد اللي بستخدمها ايه. يعني استخدام المواد الموجوده عندي، زي مثلا الايودين لمين بعمل ديتكشن لمين. يبقى الايودين يوز فور ديتكت ستارش، تمام. طيب والبندكتور ايجنت لونه ايه؟ كان لونه ازرق، بيعمل ديتكشن لايه؟ للمونوساكرايد. بيتحول لايه؟ للون الاورنج باي هيتنج. يبقى لازم شرط من شروط التفاعل عندي يبقى هيتنج. طيب واللي خدناه النهارده، انا عندي حاجه اسمها سودان 4، ده بيعمل ديتكشن لمين؟ بيعمل ديتكشن للليبيدز، وبيحول لونه الفاتح الى لون برتقالي، لون احمر اسف، او ريد كولر سوليوشن موجود عندي. يبقى طب انت بتستخدم الحاجات دي في ايه يا مستر؟ والله انا عايز اعرف يعني مثلا زي الجلوكوز دوت، قبل ما يخترعوا او قبل ما يحصل تقدم في عمليات التحليل الطبيه الموجوده عندنا، كانوا بيستخدموا بندكتور ايجنت دوت في ديتكشن اوف بريزنس اوف جلوكوز في حاله المرض او دايابيتس بيرسونز، او اللي هو المرضى اللي عندهم مرض سكر. قبل ما يعملوا بقى ستريبس والحاجات دي كلها طالعه دلوقتي، لا، كانوا بيعملوا حاجه بسيطه جدا. بيجوا سامبل اوف يورين اوف ذا بيشنت، وياخدوا نقطتين من اليورين دول، 2 دروبس او 3 دروبس من اليورين دول، ويحطوهم على بندكتور ايجنت، ويعملوا عمليه بويلنج او عمليه هيتنج. والله لو لقوا اللون اتحول من اللون الازرق الى اللون الاورنج، يبقى في مشاكل عند الراجل دوت، يبقى عنده سكر او دايابيتك بيشنت. وعلى فكره الالوان دي بتتدرج حسب الكونسنتريشن بتاع اليورين. يعني طبعا دي معلوماتكم بقى زياده، ان الالوان بتتدرج من الجرين للريد للاورنج. شكرا لحضراتكم، ولقاء قادم ان شاء الله باذن الله. شكرا.